صلاح السعدني الفنان الجامد اللي مليان حكايات ومواقف تخليك تقعد تسمعه طول اليوم. ابن الريف من كفر قريتين في المنوفية، اتولد في 23 أكتوبر 1943. بعد ما خلص الثانوية العامة دخل كلية الزراعة، ومن هناك بدأ يخطو خطواته الأولى في عالم الفن. كانت البداية على خشبة المسرح الجامعي، وكان معاه في الرحلة دي الزعيم عادل إمام. صلاح السعدني مش بس ممثل شاطر، ده كمان أخو الكاتب الكبير محمود السعدني. ولما بدأ يشتغل في التمثيل كانت أولى أدواره في مسرحية لوكاندة الفردوس، وبعدها اتجه للدراما وقدم أدوار كتيرة ومتنوعة. من أشهر أدواره دوره العمدة سليمان غانم في ليالي الحلمية، الدور اللي خلاه حديث الناس وترسخ في ذاكرة الجمهور. ومع انه قدم اعمال كتيرة في السينما والمسرح، بس الدراما التلفزيونية كان ليها نصيب الاسد من نجاحه. صلاح السعدني مش بس فنان، ده كمان اب وجد. ابنه احمد صلاح السعدني كان من مشوار الفن في العيلة، وبقى من الممثلين المعروفين. ورغم ان صلاح السعدني ابتعد شوية عن الاضواء في اخر ايامه، الا انه فضل علامة مميزة في تاريخ الفن المصري. ويا سلام لما تسمع عن مشوار صلاح السعدني في الفن. الراجل ده كانت له بصمة قوية في الدراما المصرية من أول ما بدأ في الستينات، وهو بيقدم أدوار جامدة في التلفزيون زي الرحيل والضحية والساقية وأشجان، وكمان في المسرحيات زي زهرة الصبار ومعروف في الإسكافي والسكرتير الفني ومسحوق الذكاء والعمر لحظة. وفي السينما الراجل ده كان نجم كبير برضه، شارك في أفلام مهمة زي شياطين الليل وكيف تسرق مليونير وزوجة بلا رجل والأرض ومدرسة الحسناء وأغنية على الممر والرصاصة لا تزال في جيبي وطائر الليل الحزين وخلف أسوار الجامعة والغول وشقة في وسط البلد. ومين يقدر ينسى دوره الأسطوري كالعمدة سليمان غانم في ليالي الحلمية؟ ده كان دور علامة في تاريخ الدراما المصرية. وكمان أدواره في مسلسلات زي أرابيس وحلم الجنوبي وأوراق مصرية والأصدقاء والناس في كفر عسكر وعمارة يعقوبيان وعد النهار ونقطة نظام والإخوة الأعداء والقاصرات والبطنية. وعلى المسرح الراجل ده كان ملك، قدم أعمال مسرحية عظيمة زي الناصر صلاح الدين وثورة الموتى والملك هو الملك وزكاك المدق وحب وفركشة وقصة الحي الغربي والدنيا مزيكا والبحر بيضحك ليه. ومش بس كده، صلاح السعدني كان له حضور قوي في الإذاعة كمان. شارك في أعمال إذاعية مميزة زي أبو عرام ورحلة في الزمن القديم والولد الشقي وعشاق لا يعرفون الحب وفارس عصره وأوانه وعصر الحب ومذكرات المعلم شعبان ورحلة مع الأحلام. وفي الآخر صلاح السعدني مش بس فنان، ده كمان إنسان عظيم، كان له تأثير كبير على الفن والثقافة في مصر، وساب وراه إرث فني يعيش معانا لحد النهاردة. وابنه أحمد صلاح السعدني كمان بيكمل المشوار وبيحافظ على الاسم في الساحة الفنية. صلاح السعدني الفنان اللي علم وأمتع وأضحك وأبكى جيل كامل، فنان بجد وعلامة من علامات الفن المصري.